قلت لك لو رحت هناك هتغرق، ما سمعتش كلامي. انا ما كنتش متخيل ان انا هتسحب كده. طب سيبك من كلامي، بالنسبه للبراميل الحمراء اللي هناك اللي كانت بتقول لك ان في غريق، كنت عايز اعرف ايه هناك، اجرب يا اخي. وديك جربت واتسحبت وكنت هتموت. عارف ده بالظبط نفس تعاملك مع الشهوات. هي بتكون بعيد عنك وتشوفها من بعيد وتقرب عليك شويه فتقول اجرب اسمع اشوف فتسحبك. عارف الانسان اللي بيقع في الزنا؟ اعوذ بالله يا عم، الله يحفظنا. بالظبط، هو كان زيك شايف الموضوع بعيد لحد ما بصينا اتكلمنا بعتنا مسج، كان في رن التليفون جاست فريند عادي، لحد ما وصل لهنا وهو مش واخد باله. شهوات يا صديقي خط احمر، ما تهزرش فيها، كل ما تقرب هتقع وما تختبرش نفسك. يا يوسف انا عايزك تعرف ان انت ضعيف. يا عم ما تهزرش. الانسان عموما يا يوسف والله ضعيف، واقل شيء بيؤذيه، فاحترم ضعفك وخد بالاسباب اللي تعينك على اجتناب الحرام. زي صحبة الصالحين، ما انت لو قاعد في وسط ناس بتقول لك ده حرام ده حلال، ليه عملت كده؟ ايه اخبارك في الصلاة؟ مش هتعرف تعصي ربنا وسطهم، ده كمان هتتنافسوا في الطاعة. وبعدين اشغل الوقت الفاضي بتاعك، ما انت لو بتصلي الفروض وبتاخد ركعتين سنه وليك ورد من القران او ورد ذكر، هتلاقي وقت فين تعصي ربنا. حاسس ان الموضوع صعب ومش تقدر؟ اسمع كده قول الله عز وجل: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. ربنا هيهديك ويثبتك ويعينك ان وجد منك الصدق، بس انت روح. واياك والبرميل الحمراء حتى لو فاكر انك بتعرف تعوم.